روايات عظيمة جدا بس مش مشهورة. المرة دي معانا 3 روايات. الرواية الأولانية هي رواية ما وراء الشتاء لإيزابيل إليندي. تخيل إن أنت على طول الأحداث في الروايات بيكون أبطالها هم الشباب، فما بالك إن أنت الرواية ديت بطلها 2 من العجائز وهم الاتنين متهمين في جريمة قتل. إيه اللي هيحصل؟ الرواية التانية هي رواية ويسكي لأحمد محمد زويل. البطل بيخش الحانة وبيقرر إن هو يشرب شوية ويسكي ويتكلم مع البار كيبر شوية، وبعد كده بيطلع يموت. بتلاقيه اتخبط في عربيه. هل هو مات ولا انتحر؟ ما نعرفش. طب هو عمل كده ليه مع انه كان لسه كويس وكان بيتكلم مع البار كيبر؟ هتكتشف ان الشخص دوت ليه قصه كبيره جدا، وان الناس كلها بدات تنساه، الناس كلها مش فاكراه، امه واهله وعيلته ما حدش منهم فاكره ولا عارف هو مين. فهنشوف بقى ايه السبب دوت وازاي حصل وازاي بدأ يتصرف معاه وايه اللي خلاه في الاخر ينتحر. الروايه الثالثه وهي روايه ظلال اماديو لاحمد محمد زويل برضو، وهي بتتكلم عن اطفال ايتام، بتتكلم عن قصص لاطفال ايتام ومجموعه من الناس اللي بتحاول تساعدهم.